بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نحن اليوم في أحد المنازل وأحد العوائل العريقة في منطقة الميادين، عائلة المرحوم عبد الله السلطان. هذه العائلة الطيبة معروف أنها بطيبتها ومحبتها للآخرين، ولم تشهد إلا الكلام الطيب والخير والمعاملة الحسنة مع الجيران ومع كل أبناء منطقة الميادين، ولها صدى كبير في الأرياف. طبعا هذه العائلة قدمت 3 شهداء: صدام عبد الله السلطان أبو عداي، له ولد وبنت، عدي وحلا. أما الشهيدين الآخرين هاني وأحمد، هاني سلطان عبد الله السلطان أعزب، وأحمد سلطان عبد الله السلطان أعزب، قضوا على أيدي عصابة الغدر والإجرام، عصابة بشار الأسد. طبعا صدام عبد الله السلطان استشهد بتاريخ 27/7/2011. اعتقلته الأجهزة الإرهابية بين قوسين الأمن العسكري، وطلبوا منه الركوع لصورة المعتول بشار، لكنه رفض، وأرادوا منه أن يلفظ كلمة لا إله إلا بشار، لأن آلهتهم الكبرى هي بشار. رفض ذلك، وكان آخر كلامه لا إله إلا الله محمدا رسول الله. وتم استشهاده عن طريق التأذيب، لدرجة أنهم فقعوا عينيه وألحقوا به أضرار كبيرة جدا في جسده، مما أدى إلى استشهاده. أما بالنسبة للشهيد هاني سلطان عبد الله السلطان، خلال إصابته طبعا في إحدى المداهمات أسعفوه إلى المشفى، لكن كان هناك كمين بإحدى الدوريات، واعتقلتهم هم 3 أشخاص، من بينهم هاني السلطان، وصفي في الأمن العسكري في منطقة الهجانة. أحمد سلطان عبد الله السلطان توفي أيضا في 18/8 في وقفة عيد الفطر. أيضا تم تصفيته. كان يساعد الناس في العبور، وخاصة الأطفال، عندما كان هناك اقتحام لمدينة الميادين، وتم استشهاده مباشرة بطلق ناري. اليوم نحن في هذه الأسرة، هذا أخو الشهيد صدام وأب لشهيدين هاني وأحمد، فليتفضل مشكورا ليوجه رسالة إلى بشار الأسد وإلى الضمير الإنساني والعالمي، عسى أن يكون لديهم إحساس أو مشاعر. تفضل. أتمنى عندي 20 ولد وقدم 10 منهم. هاي واحدة قدم 10. فأنا جاءنا الخبر 3 مرات على أنه أخوي استشهد وولدي استشهدوا، وتحملت الله على مرأة مرأة الميادين كلها، يعني يعرفون أني أنا الحمد لله صبور. قال أخي ولا نزلت دمعة، وهذا الشرف وواجب علينا أخي، وأن نقاوم المحتل بشار الأسد وأعوانه الأنذال الذين يريدون يحولون ديننا إلى دين شيعي لا وجود له نهائيا بالعالم كله، ويحبون أنه يقتلون السنة سورية.
طبعا هذا منهج القتل معروف في بعض الطائفات. احنا مستعدين نظل نقاتل اخر حتى يسقط هذا النظام البائد والبشار الخائن. الله يقويك ويحفظك، والله سبحانه وتعالى يعوضكم ان شاء الله، ونتمنى لك الشفاء، لان هذا الرجل فيه اكثر من مرض، لكن عزيمته وارادته قويه. الان نحن مع هذا البطل عداي او عدي، فليتكلم. عدي، وين بابا؟ بابا وينه؟ اشرب لي على بابا. وينه بابا؟ هدي بابا وين؟ بوسو؟ ايه بوسو. تشوف بوسو؟ منو تعرف منو قتل بابا؟ يقول هذا ضربوا السورية أحمر هنا كل شوية. السورية بشار. الجحش بندوسهم بيت الأسد بندوسهم. حلا شو تقولين انت بشار؟ بشار هو جحش وقتل أبويا وحب أبويا، عبنو كتلو عيشة وحبه عيشة، بس ما أحب السورية، بس أبوي يحبه حلو وبعدين يحبه. ايه أبوش هسه وين راح؟ عالجنة إن شاء الله إن شاء الله. وكتلو بس أحبه، وأنا أحبه هو شعب رب. إن شاء الله أنه تنعموا بسوريا بدون عائلة الأسد. الشهيد هاني السلطان، طبعا هذه أخت الشهيد سيدرا. سيدرا شنو أنت عندك كلام تحكينه؟ الكلب بشار قتل أخوتي هاني وأحمد وعمي صدام، الله لا يوفقه، إن شاء الله ينحرم كل ولده نفس ما حرمنا ولدنا الغالية. الله يقويك ويحفظك إن شاء الله يا أمي. طبعا أيضا أخو الشهيدين أحمد وهاني. لا هذا ابن عمه هذا. إيه. فالشهيد أحمد توجد هذه الصورة للشهيد أحمد سلطان عبد الله السلطان في ريعان شبابهم. هؤلاء هم الأبناء الشرفاء لسوريا، هم من سيبنون مستقبل سوريا، فكلنا مشاريع شهادة بإذن الله. شكرا لهذه الأسرة الكريمة، وعسى أن تكون أيامكم كلها رخاء وطمأنينة ومحبة إن شاء الله، ونلتقي وسوريا خالية من عصابة الأسد المجوس. شكرا.